ما نفذتش وصية أبوها ومش مسامحة كل اللي ظلموها، قررت إنها تاخد حقها بطريقتها هي. جوزها بتغسل رجليه، ولو عرف واحدة عليها تصرفها هيبقى غريب، وتجاهل محمد رمضان ليها رد فعلها عليه كان حكاية. قال إن أختها بنتها، ومفاجأة عن الفنانة اللي طلعت عليها الإشاعة دي، كان ليها أخ ولد ومش هتصدق راح فين، والتمثيل هو اللي قربها من ربنا. بتقعد في قعدات عرفية وتحل مشاكل زي الرجالة. يا ترى مين اللي قال إن أيتن عامر بنت وفاء عامر، وليه سابت المنطقة اللي كانت ساكنة فيها، وإيه حكاية جوزها وجوازه عليها والمشاكل اللي بتتعرض ليها دلوقتي، وهل هي حقيقية ولا لا؟ كل التفاصيل دي وأكتر هتعرفوها في الفيديو ده. وفاء عامر في الفترة اللي فاتت اسمها شاغل ناس كتيرة، وده بعد ما مروة بنت الرئيس زي ما بتقول على نفسها قالت إن وفاء عامر وسيط في تجارة مشبوهة وبتعمل حاجات مش تمام، ومن بعدها القضايا بينهم بقت على ودنه، ولسه تحقيقات شغالة ومحدش عارف ايه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية. فاء بقى من النوع اللي مش بيسيب حقها أبدا، ولما بتقدر قوي وتبقى قادرة تدوس على اللي قدامها بتقرر إنها تكبر دماغها وتسيبه خلاص، وده عشان هي شخصية تانية خالص غير اللي بتظهر قدام الناس على الشاشة. وفاء كانت كبيرة اخواتها ال4 بنات، وبعد ما والدها رحل عن الدنيا هي اللي شالت كل حاجة مع مامتها، وكانوا الناس بيقولوا عليها انها بمليون راجل، وبتعمل كمان اللي الرجالة مش بتعمله، وعمرها ما زعلت انها كانت شايلة البيت، بالعكس كانت مبسوطة بكل حاجة بتعملها. بس من الأسرار اللي محدش يعرفها إنه كان عندها أخ ولد بس رحل عن الدنيا وهو طفل صغير، وكأن ربنا كان رايد إنها تبقى هي اللي بتشيل كل حاجة. ربت إخواتها وكبروا في حضنها، بس حصلت مشكلة كبيرة بسبب واحدة منهم، واللي هي أيتن عامر. الممثلة كانت جارتها طلعت عليها إشاعة إنها بنتها وخلفتها من رجل أعمال، بس مش عايزة تقول، عشان كده هي عايشة معاها في القاهرة دونا عن باقي أهلها. اتقال ان الفنانة دي هي آثار الحكيم، وده اضطر وفاء انها تسيب المنطقة اللي كانت ساكنة فيها وتروح مكان تاني علشان تخلص من الإشاعات اللي بتتقال عليها. وفاء كمان اتعرضت لمواقف كتير في حياتها بسببها، وهي انها كانت بتحكم في قعدات عرفي بين الرجالة والستات، وهي ما رجعت ناس كتير قوي لبعضها، بس الحاجات اللي ليها علاقة بالكرامة والكلام عن أعراض بيبقى بالنسبة ليها منتهية ومش بترجع في كلامها أبدا، وفي الحالات دي بيبقى أسهل حاجة عندها الانفصال. أما بقى التيك توك ففتح عليها أبواب ما كانتش تتوقعها أبدا، والفيديوهات اللي كانت بتعملها واللايفات قلبت عليها الدنيا. بس هي كده بتحب تساعد الناس وبس، أي حد قال عليها كلمة وحشة هي مش مسامحاه وهتختصمه عند ربنا. أما حكايتها مع جوزها فدي ليها العجب، وده علشان شايف انه لو عرف عليها واحدة تانية اكيد هتبقى هي السبب مش هو، لا دي كمان بتعامله على انه سي السيد وممكن تغسله رجليه، وده بيخلي ستات كتيرة قوي تزعل منها، ودفاعها عن اصحابها بيسبب لها مشاكل، وكان منهم النجم محمد رمضان اللي دفعت عنه في مواقف كتير وفجأة مسلمش عليها في واحد من وداع الفنانين، وده حطها في موقف محرج جدا، بس هو رجع واعتذر لها تاني والموضوع ما بينهم انتهى. وفاء عامر شايفة ان المسلسلات والأعمال الدينية هي اللي قربتها من ربنا وفتحت طريق بينها وبينه ودلوقتي بتصلي وبتعمل عمرة وعملت حج ومبسوطة وراضية بحياتها جدا. في النهاية انتوا بقى تعرفوا كل التفاصيل دي عنها ولا لا؟